بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوات حبايبي، صباح الفل عليكم. ان شاء الله نتمنى كده فيديو النهارده يعجبكم باذن الله. عندي روتين النهارده كده اللي هو عايزه هنوضب المطبخ عندي، هنغير اللون تماما. المنظر اللي انتوا شايفينه ده طبعا ده ما يبقاش كده ابدا، بس عشان روتين، حابه نحفزك، حابه نديكي طاقه ايجابيه. جبت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا زي ما انتم شايفين انا عندي المطبخ لونه اصفر، تمام. انا قبل كده عملته ابيض معاكم، بس الابيض اتلحوس مني بسرعه. وبعدين اللون الاصفر يعني حاسه كده ان هو ايه، مش مريح بصراحه للعين. بنحس كده لا مش يعني ندمت ان انا عملته اصفر. فقلت ايه، طب نعمل له الرصاصي بحيث ان المطبخ عندي السيراميك البامبا الهادي، فالرصاصي هيمشي معاه، لكن اصفر على بامبي مش هيمشي معاه. فجبت المتر ده، عايزه نقول لكم تحفه تحفه تحفه. المتر عامل 30. ده للمطابخ، لأي حاجة عندك، لأي خشب عندك عايزة تغير اللون بتاعه، وجميع الألوان موجودة منه. بس جبت الرصاصي عشان اللون الرصاصي يعني ايه، يستحمل الاتساخ والكلام ده. انت قبل رمضان برضو عندك حاجة عايزة تعمليها، بصي في الأبيض، في الرصاص، في الكشمير، اللي انت حابة تعمليه. وعلى فكرة سعره حلو يعني. هو المتر بتاعه عريض، فاهمين ازاي؟ فانت حابه تعمليه مثلا اي حاجه عندك، هتجيبي لك 2-3 متر هيغرجوكي في اي حاجه. يعني انا جبت مترين عملوا معايا المطبخ كله، عملوا معايا القطعه دي كلها هتشوفوها دلوقتي. اجل حاجه بتغيري المكان، انت بس تشغلي دماغك صح وهتلاقي كده بتبدعي. اه والله العظيم. التغيير مطلوب في كل حاجة، كأنت أم في البيت وست في البيت، لازم كل حاجة تغيري فيها. يعني عارفة انت بيديكي طاقة إيجابية، تشيلي حاجة من هنا تحطي حاجة من هنا تديكي طاقة إيجابية. ما تبقاش ان انت حاطة انتريه في مكانه على طول، حاطة صالون في مكانه على طول. غيري مثلا الصلاة عندي نمسكها نظبطها، مثلا الأوضة عندي نمسكها نظبطها على حسب الحاجة اللي عندك. ما تخليش حاجة ثابتة في مكان واحد، عشان كل ده بيديك طاقة سلبية. اه والله العظيم فعلا عن تجربة في حاجات كتير. فانت ما بتنجيلي حتى كرسي من مكانه بتحس ان عينيك ارتاحت. فكمروه بنعمل كده على طول، نحب انها مثلا التجديد، نحب نغير. عارفه انت لو مش هتجيبي حاجه خالص، مش لازم تجديد بفلوس، لا لازم تجديد. مثلا ان انا هننجل مطبخي من مكان لمكان. عندي حاجة مثلا رخامة زي اللي هنوريها لكم دلوقتي كده، هنعمل فيها حاجة هتبقى من مكان لمكان. فكل ده بيدي طاقة إيجابية حلوة. لكل ست. اليومين دول بالذات الناس مضغوطة، فانت لكل ست في البيت حاولي انت ريحي بيتك، يعني ريحي بيتك بنظرة عينيكي، تخلي البيت اقلبيه كده لجامع بمعنى أصح. امسكي مثلا قبل رمضان هو دخل علينا في شهر كريم، اللهم بارك يا رب، يجعله كريم علينا وعلى المسلمين يا رب، اللهم امين. شهر كله خير سبحان الله. امسكي بقى انت عندك مثلا اوضه، انجلي من حاجه لحاجه. عندك صاله، اعملي يعني بصي غيري المكان تماما. هيخش شهر رمضان علينا هتلاقي فيه حياتك تغيير جذري. عن تجربه في حاجات كتير هتلاقي فيه تغيير معاكي جذري. فكل ده هيديكي طاقة إيجابية، هيخليكي ان انت مع ضغوطات الحياة اليومين دولت لا مش هتحسي بحاجة، هتبقي بس كده شايفة منظر حلو حواليك. والله المستعان. الواحد يقول يا رب الحمد لله، اليوم بيعدي بصحة وبسلام، قول الحمد لله. كده كنت عملته بقى هوت، انا حاسه ان هو كويس. يعني عاجبني اللون الرصاصي، مريح للعين. لكن الاصفر ده انا ندمت ان انا عملته اصلا اصفر. ويتبقى مني قطعة او يتبقى مني حتة هنعمل برضو بيها الرخامة دي. هي الرخامة دي انا جايز الاقيها اصلا في الشقة. تقريبا الناس اللي كانوا قاعدين قبلي او صاحبة العمر اللي كانت حاطاها، الله اعلم يعني. بس ما ننفعش نشيلها عشان هي مش حاجتي وبعدين هي كمان داخله في السيراميك، فهيبقى تكسير والكلام ده، والواحد برضو ايه، مش حاجته برضو ما يبقاش بقلب جامد يعني. فالحمد لله رب العالمين. مسكتها بقى ظبطتها. عايزه نقول لكم كل ده ما خدش معايا يعني حاجه، وبرضو مش مكلف يعني، اللي هو المتر ب30. عارفه لو هتجيبي لك مترين عندك اي حاجه هتظبطيها بصي، لان هو اصلا يعني زي ما تقولوا العرض عرضين، احنا نقول عليه كده. بس دخلت بقى غسلت المواعين. هنغسل برضو الحوض. طالما قلت نظافة من المطبخ خلاص يبقى بقى من كل حاجة، شاملة من الادراج، شاملة من الترتيب.
انت كفايه بتاخد راحه نفسيه، انت دخلت المطبخ هتعملي اكل هتلاقي فيه راحه نفسيه حلوه خالص. برضو المكان طول ما انت واقفه فيه عارفه ما بيكون نظيف، بتحسي كده ان انت بتعملي حاجه بمحبه، ما بتبقيش بقى ان انت عايزه اصلا تطلعي من المكان اللي انت فيه، خلاص انت كده بتظبطي حاجه بتعملي حاجه، عارفه المكان حواليك نظيف. غسلت بقى هنا السيراميك، هنغسل برضو الرخامه اللي هو الاستانلس ده. جبت دي ب10 جنيه، تمام. هنحط فيها المعالق، حلوة وواسعة، المعالق بقى السكاكين الكلام ده. انا كان عندي اللي هي الصفية التانية، بس لقيت دي حلوة واسعة هتلمي لي كل حاجة. بصوا كل ما بننزل نشتري حاجة مثلا او نجيب حاجة، انا عايزة اقول لكم الاسعار غالية موت، بس والله الحمد لله، نقول الحمد لله، الواحد بس الصحة والستر يا رب، وكل حاجة مقدور عليها، ما فيش حد بيبات جعان، فالحمد لله رب العالمين، ربنا يجملها بالستر يا رب، اللهم امين. خدت بقى ايه كناسة الارضية زي ما انتم شايفين. شلت بقى الحاجة اللي كنت عاملاها، بصوا كده المنظر الحمد لله كده، يعني المطبخ بقى كويس وكل اللي كنت سايباه في الاول عشان روتين برضه عشان نحفزك. عملت بقى زي ما انتم شايفين اهوت، عملت اللون الرصاصي، والله طلع حلو عاجبني. ايه ده، شد حيلك يا مروه، ايه ده. 6 جيلة القطعة اللي بتاعتي دي، تجيلة جامد. بس حطيتها بقى، وهنبتدي بقى يلا بينا هنخش على حاجة رمضان، اللهم بارك يا رب. كان عندي حاجات شايلاها من السنة اللي عدت، اللي هي فرع نور، وياسين ابني يعني عامله له مكان لوحده، الأوضة للمذاكرة الكلام ده، هنوريكم دلوقتي برضو. وايه الأول هنحط الاستيكر ده، الاستيكر ده ب7.5. بصوا هو يعني منظر حلو خالص، عجبني. وفي نفس الوقت هيحافظ لي على الرخامة، يعني برضو ان انت كست في البيت ايدك على طول بتبقى في المطبخ، بتشتغلي بتعملي حاجة مش عارفة ايه، فاساس المطبخ اللي هي الايه، الرخامة والحاجات دي. قصتها بقى على قد ما هنعمل، وهنيجي بقى ايه لزجاها، بس حلوة حلوة وخفيفة وتتشال معاكي بكل سهولة. لما بتكوني رايقة والواحد ما بيكون نفسيا مرتاح، والله بيطلعي احلى حاجة. حتى لو مش هتشتري اي حاجة خالص، ايوه هي الدنيا صعبة، والله يعين كل انسان في بيته يا رب، اللهم امين. بس الواحد بيقول سبحان الله، هو ربنا ليه حكمة في كده، وربنا سبحانه وتعالى ليه إرادة في كده، وهو عنده الخير كله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الواحد بس يقول الستر والصحة، والحمد لله أولادك وبيتك وأهلك وناسك كويسين، أو بقى اللي هو تاكليها حتى بملح كده، الحمد لله يا رب. نزلت استوقت النهاردة، يعني لبست يوم في يوم، هنجيب مثلا نعمل كرنبة، هنعمل مثلا كرنباية حلوة كده، هنعمل فول، جبت برضو كوارع، يعني لبست يوم ليوم، والحمد لله بتمشي الواحد، الحمد لله على كل حال، ستر ونعمة من عند ربنا. وعلقت زينة رمضان، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى المسلمين يا رب، اللهم امين. وده كده مطبخي، ايه رأيكم في مطبخي؟ بصوا بقى، كان عندي من السنة اللي عدت افرع النور ديت كده اهوت، قولوا لي برضو ايه رايكم في الكومنتات. انا حاسه كده لونه حلو احسن من الاصفر، الاصفر تحسوا لونه مش مرتاحه له، انا مش عارفه ايه اللي خلاني اصلا عملته من الاول. وياسين ابني كان اللي هي احنا نقول عليها ساجيه او نقول عليها، بصوا روعه، هو حاططها في الاوضه جوه، قال ماما لو عايزاه خدها، قلت له انت ما تدهاني، هو راكنها يعني مش بيشغلها، بس جبتها حطيتها في المطبخ كده، قلت الحاجات الذكيه بتدي بهجه، فاهمين ازاي؟ ف الحاجة دي بتبقى حلوة، يعني اللهم بارك يا رب، رمضان وخير رمضان كله. علقت بقى فرع، ولسه بقى بقيت الزينة او بقيت النور بتاع رمضان، بس قلت شوية تاني كده يعني نعلقه. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب العالمين. وادي الرخامة بتاعتي وادي مطبخي، قولوا لي بقى ايه رأيكم، مستنية كومنتاتكم الحلوة، عايزة اللايك بالله عليك اخواتي، اللايك ده عشان يرفع فيديوهاتي، عايزه الكومنت، كتر الف خيرك شاهدت لي الفيديو للاخر، عايزين عيلتنا تكبر، يعني انا بس زعلانه ان القناه يعني ما فيش تفاعل من دولت، فعايزاكم تفوقوا بس جنبي الشهر ده ان شاء الله رب العالمين، عشان الترتيبات الكلام ده تشجعوني ان انا نصور. سخنت بقى ميه، هنعمل الكوارع، حطيت ملح فلفل كمون بصله طماطميه، تمام كده، وجيت حطاها بقى، بص عايزه نقول لكم اتهرت، وجبت راس طم حلوه كده، جليتها اللي بيكون عندي بنحطه، بس حطيت زيت لان الزيت خفيف، من جيف التموين زيت الذره، عشان هي طبعا دسمه، مش هينفع نحط سمنه، ما تبقى كله دسم في بعضه.
حطيت توم وجيت نازله عليها بطماطم، عصير طماطم ومكعب دجاج. بجد الطريقه دي حلوه وبسيطه وجربيها تعجبك باذن الله. كانت بقى عايزه نقول لكم ساعه ما تقول الكوارع بتاخد لها فعلا سوا كتير. كان عيش شمس جايبه من شارع رياض، يعني شارع عندنا احنا في اسيوط. هناخد بس نصه كده، هنعمله فته. بجد شوربه الكوارع حلوه خالص. عملت التومه، عملت الطماطم عشان هنحط الدجه دي كلها عليها وهنحطها على الشوربه برضو. طعمها بيبقى حلو خالص. والعيش الشمس بالفته بيبقى حلو. احنا عندنا في الصعيد هنا العيش الشمس ده متوفر على طول، يعني ما بيتقطعش خالص. هناخد بس نصه. تمام كده. عملتها ايه، مليت لي زي ما انتم شايفين طبقه. هنفضي بقى الملح. من احسن الحاجات اللي انا بنحبها وقفتي في المطبخ حقيقي. بنحس كده ان انت بتعملي حاجه، وكل حاجه بتعمليها في ميزان حسناتك. اوعي تبطلي من شغل بيتك، اوعي تزهقي من شغل بيتك، ده كله في ميزان حسناتك. الام بالذات شغل بيتك ده انت بتطعمي كم نفر، بتاكلي كم نفر، حتى لو نفر واحد، كله في ميزان حسناتك. فما تزهقيش من شغل بيتك ابدا. كده بقى كنت سلكتها وطلعتها. تمام. هنحط بقى ايه الدجه اللي عملتها، اللي هي التوم، حطيت عليها ملح، فلفل، كمون، مكعب دجاج. هنحط بقى على الوش. كنت مولعه الشوايه اللي هي بتاعت فرن البوتاجاز. تمام كده. عملتها برضو الصينيه اهيت. وهنيجي بقى ندخلها على الشوايه، مش هنحطها من تحت عشان عايزاها تبقى دسمه وحلوه كده. تمام كده. سهله وبسيطه. بصي اعملي لك وجبه زي كده في الاسبوع. يعني انت مش كل يوم هتاكلي فراخ ولا لحمه ولا الكلام ده، بس يعني وجبه زي كده في الاسبوع. مع ايه بقى، دخلي يوم ليوم. يعني يوم بتصجع بتنجان حاجات من دي. انتوا شطارتك بقى هتظبطي بيتك ازاي. اللي اتبقى بقى نزلت هنا ايه الشوربه اللي هي بتاعت ايه، الشوربه بتاعت الكوارع بالثوم. طعمها حلو خالص خالص. بس الاخر فضيتهم في حله، يعني عملت كده والاخر بقى فضيتهم في حله عشان نغسل دي. كان طعمها حلو جدا. جربيها بالطريقه دي هتعجبك باذن الله يا رب. بس هنخليها بقى ايه ما تاخد غلوه كمان. بصوا هي مش هتنفع الشوربه بس، هي شوربه بس مش تنفع لاي حاجه تانية. وكده كنت مولعه الشوايه هي. بصوا يعني موطياها مش معليها جامد عشان تديها ايه الشكل الحلو ده. بس كده كانت خلاص. هنغرف بقى ناكل لنا على جدي عقبال ما عيالي يجوا من الحصص، لان كان الوقت بقى خلاص. بس هما بيجوا متاخر يعني. وكده اشكال والوان كده، فحاجه تفتح نفسي برضو للاكل يعني. بس والله كان طعمها حلو خالص. حطيت بقى شوربه هنا هيت، وحطيت الفته. وادي كانت الكوارع اللي عملتها معاكم النهارده. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. نتمنى نكون مثلا فدتك بحاجه بسيطه باذن الله رب العالمين. وجربيها الكوارع بالطريقه دي تعجبك جدا. بصي طعمها حلو خالص. ومخليها ملبن كده، يعني اللي هو مخليها يعني في التسويه حلوه، عشان ما تبقاش نيه مش هتعرفي تاكليها. يعني لازم أن تكون الكوارع دي من الاخر، يعني لازم أن تكون كده بصي طريه وما تكونش ان هي ناشفه في الاكل. فساعة ما تقول الكوارع هتبقى 4 ساعات. 4 ساعات ده يخلوها بصي حلوة خالص. كبيرة صغيرة هي بتاخد لها كده. بس ما تحطش الملح وانت بتغليها الا بعد ما تخلص خالص، عشان الملح هيخليها تزيد في الطياب. فاعملي وجبة زي كده في الاسبوع. ممكن تجيبيها تقسميها على مرتين. وادي الفتة اللي عملتها بجد كان طعمها حلو خالص مع الليمون بقى مع الدجة بتاعتها. والله كان طعمها يا سلام. سلم. عايزة ابجكم كلكم. ربنا يخليكم لي يا رب. ومستنيه كومنتاتكم ولايكاتكم. عايزاكم كده تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم برضو المطبخ كده شكله حلو ولا. وعايزه اخواتي اللايك بتاعكم، عايزه اللايكات الكومنتات بتاعتكم الحلو. فيا رب الفيديو يكون عجبكم. نسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.